Hello everyone, how's it going؟ أهلا بكم أصدقائي. أنا مستر محمود فؤاد ومعادنا النهاردة مع درس جديد من دروس شرح منهج الصوتيات Oxford Phonics World 2. زي ما اتفقنا احنا بنشرح بنستخدم منهج الصوتيات ده، وهو منهج مهم جدا، واحد من أهم مناهج الصوتيات في الإنجليش، منهج Oxford Phonics World. بس احنا لينا شغلنا شوية في منهج الصوتيات ده، احنا بنشتغل على بناخده كمنهج تأسيس فونكس وجرامر في نفس الوقت. بنقول نقط جرامر مهمة جدا، بنحلل الجمل بتاعتي، بنشتغل على البارتس والسبيتش، ازاي بكون جملتي، ازاي بعمل نيجاتيف للجملة، ازاي بعمل yes or no question، اكون اسئلتي بنوعينها المختلفين، ال yes or no question وال WH question. خلينا نشتغل النهاردة على الستوري. خلينا نعمل listening للستوري اللي معايا، ودي في نهاية شورت A يونت 1. يلا بينا نعمل listening للستوري وبعدين نرجع نشرح الجمل بتاعتها بالتفصيل. Page 11. Story. See. Look and listen. Read along. Ants. 1. A man with a van is at the dam. 2. He has a fan, a can, and a yam. 3. The ants want the yam. 4. The man puts jam on the yam for the ants. Sight words: with, at, puts, on, for. طيب الستوري بتاعتي بتقول a man with a van is at the dam. اوكي، الجملة الأولى a man with a van is at the dam. He has a fan, a can, and a yam. The ants want the yam. اوكي، طيب ما تيجي نشرح مع بعض الجمل اللي عندي في الستوري دي جملة جملة. الجملة الأولى بتقول لي a man with a van is at the dam. ما تيجي نكتبهم مع بعض ونشرحهم واحدة واحدة. جملة بتقول a man with a van is at the dam. A man with a van is at the dam. وأول حاجة بسأل نفسي وأنا بشتغل على أي جملة، بسأل نفسي هل نوع الجملة دي statement، جملة خبرية اللي بتتكون من السبجكت والفيرب، أحيانا object مفعول، ولا الجملة دي question سؤال، ولا الجملة دي imperative أمر. الجملة الأمر في الإنجليش احنا عندنا معلومة إن الجملة دي بتبدأ يا إما infinitive يا إما فعل في المصدر، فعل فاضي بدون إضافات، يا إما don't والinfinitive verb. تمام. طبعا الجملة اللي قدامي دي جملة statement، جملة خبرية. عرفت منين؟ ادي السبجكت بتاعي اهو، وادي الفيرب. طب هو السبجكت هنا مش كلمة واحدة، عادي جدا مفيش مشكلة. السبجكت ممكن يكون كلمة او اكتر من كلمة، مفيش مشكلة. الفيرب عندي هو is، كل اللي قبل الايه الفيرب ده هو ده السبجكت، هو ده الفاعل بتاع الجملة. بتيجي ناخدهم واحدة واحدة كده ونشوف، نحللهم كلمة كلمة. هقول والله a man with a van
is at the dam. ال A دي كنا بنسميها في الإنجليش article، أداة. طب يعني إيه؟ الارتكلز في الإنجليش 3، إيه هما؟ A and the. تمام؟ تمام. عندي بعد كده المان. المان دي كنا بنسميها إيه في الإنجليش؟ والله دي noun، ده اسم. والnoun في الإنجليش هو naming word، كلمة بتسمي حاجة. الحاجة دي ممكن يكون اسم، person، شخص، أو place، مكان، أو thing، أو animal، country مثلا دولة، إلى آخر الأسماء. naming word. naming word يعني كل ما يسمي شيء في الإنجليش اسمه noun. تمام. يلا بينا. الوذ دي أنا بسميها في الإنجليش preposition، حرف جر. rep دي اختصارها prep، position. التي اي او ان في نهاية الكلمة هتنطق شن. preposition. عندي ال A دي أنا بسميها article، أداة. وعندي الفان أنا بسميها noun. تمام. أروح بعد كده على ال is، هلاقي إن ال is دي أنا بسميها verb to be. هقول والله إن ال verb to be في الإنجليش هو am، is، are. والماضي بتاعي was أو was لو هنطق American، أو where. طيب الآت دي أنا بسميها preposition، حرف جر. preposition. كويس. الذا دي لسه قايلين من شوية إن هي واحدة من ال articles. articles هي article واحدة. ال articles في الإنجليش زي ما اتفقنا. مرة تانية نرجع تاني are articles. تمام. دي article واحدة من ال articles، وال articles في الإنجليش هما a and we the article. هروح للدام. الدام دي هتبقى noun، اسم. واحنا كده عملنا البارتس والسبيتش، أجزاء الكلام اللي موجودة في الجملة اللي عندي. البارتس والسبيتش لهم كلمة تانية اسمها الword classes. word classes. وده ليه مهتم أنا إن أنا أعرف الولاد أو أعرف أي حد حابب يتعلم إنجليش من البداية فكرة البارتس والسبيتش. طبعا هو كل الولاد أو كل الشغل في المدارس الدولي على الجزئية دي. بيشتغلوا على البارتس والسبيتش أو الورد كلاسز أو تحليل الجمل. مش مجرد جرامر رولز، قواعد وبيحلوا عليها. لا، لازم يبقى فيه تحليل للجمل اللي هم بيشتغلوا عليها، سواء كانت جمل منفصلة أو داخل باسج، داخل قطعة. ده طبعا هيساعد الولاد بشكل كبير، أو أي حد حابب يبدأ إنجليش من البداية إن هو يفهم إنجليش بترتيب منتظم وبتفاصيل دقيقة. هنكمل معانا. هنقول والله هل الجملة دي affirmative ولا الجملة دي negative. طبعا الجملة اللي فاتت كانت جملة affirmative، جملة مثبتة. طب الجملة النيجاتيف، والله الجملة النيجاتيف دي بنسبة كبيرة الجملة النيجاتيف لازم يكون فيها not. تمام. طبعا أنا ممكن أنفي بكلمة تانية اسمها never. يعني لو كلمة مثلا، لو الجملة فيها never يبقى الجملة دي برضو منفية. بس بنسبة كبيرة جدا أنا بنفي بإيه؟ بنوت. كويس. طيب الجملة كانت بتقول لي إيه؟ كانت بتقول لي أمان. خلينا نسيب مسافة ما بين الارتكل والنون. أمان. لاحظنا إن أنا سبت مسافة هنا لأن الارتكل دي كلمة والنون ده إيه؟ كلمة تانية. أمان with a van is at the dam. ده كلام جميل. كلام جميل. طيب أنا هعمل نيجاتيف إزاي؟ أنا عندي جملة هنا فيها verb to be.
اي جملة فيها verb to be عايز اعمل نيجاتيف نفي، هحط not بعد الverb to be. تمام. دي قاعدة بسيطة جدا وسهلة، ولكن هتحل لي مشاكل كتيرة جدا في الانجليش. انا كده عرفت اعمل نيجاتيف لاي جملة، يعني ليه أزمنة مختلفة زي زمن present continuous ال past continuous. سواء الجملة بتاعتي في حاجة هناخدها بعد كده لما في مستوى متقدم شوية، وهي فكرة الباسيف المبني للمجهول. لازم في البريزنت والباست هيكون فيهم is و are. فلو عايز تعمل نيجاتيف باختصار لأي جملة فيها verb to be حط نقطة بعد الverb to be وخلص الموضوع. طيب هنا is not أنا بسميها full form أو complete form. تمام. complete إيه؟ يعني صيغة كاملة. طب والله أنا فيها في اختصار هنا ال N apostrophe T دي اختصار لنقط. وخلي بالنا إن الأبوستروفي عالية اسمها الفصلة العليا apostrophe. تمام. فال is not بقت isn't، ودي بسميها short form، أو بسميها حاجة اسمها contraction. contraction اللي هو الاختصار. المصطلحات دي مهمة هتريحني كتير جدا في الانجليش مستقبلا. تمام. طيب انا عايز اعمل yes or no question للجملة اللي قدامي. تمام. عايز اعمل yes or no question، سؤال اجابته yes او ايه. yes او no، سؤال اجابته yes او no. quest yes or no question. الجملة بتاعتي كانت بتقول a man with a van is at the dam. طيب انا هعمل ايه هنا؟ لو انا عندي جملة فيها verb to be خلاص، وعايز اعمل yes or no question، هاخد الverb to be هبدأ بيه هقول is، واكمل عادي الفاعل بتاعي اللي هو a man with a van at the dam. ده كلام ممتاز. هاجي اجاوب هقول والله yes. لما تجاوب yes بتحط السبجكت pronoun ضمير الفاعل. طيب ضمير الفاعل هنا هيبقى ازاي؟ الفاعل هنا a man with ايه؟ a van. هشيله كله واحط مكانه he. yes he is او no he isn't. واضح؟ جميل. يبقى تاني is a man with a van at the dam. yes he is no he isn't. يبقى تاني لو انا عايز اعمل yes or no question لأي جملة فيها verb to be هبدأ بالverb to be بتاعي. طيب انا عندي الجملة نفس الجملة بتاعتي بتقول لي a man with a van is at the dam. ده كلام جميل. انا عايز اعمل حاجة اسمها WH question. WH question اللي هو السؤال بأداة استفهام. قبل ما اعمل سؤال بأداة استفهام لازم اسأل نفسي حاجة مهمة جدا. وانا عايز اسأل عن ايه في الجملة دي؟ انا ممكن اسأل عن حاجتين. اول حاجة a man with a van اللي هو الفاعل السبجكت. طب الفاعل ده عاقل، عشان تسأل عن فاعل عاقل هتشيله تحط مكانه هو اللي معناها من، وتكمل جملتك زي ما هي ايا كان الزمن بتاعها. who is at the dam. كلام جميل، كلام ممتاز. طيب انا ممكن اسأل عن ايه تاني؟ انا ممكن اسأل عن at the dam. preposition اهو حرف الجر
يبقى ده مكان بالنسبة لي at the dam، خلاص عند السد. فهسأل عن المكان بأداة الاستفهام where. اوكي. طيب سألت بوير، عندي verb to be موجود في الجملة، هحطه تاني حاجة where is، والسبجكت بقى اللي هو a man with a a van. where is a man with a van. a man with a van اللي هو السبجكت is at the dam. دي أول جملة معايا. نروح لتاني جملة. تاني جملة بتقول لي he has a fan a can and and I am. هاخدها صغيرة، هبسطها شوية واشتغل عليها. هقول he has a fan and a can، أو هقول he has a fan بس. نبسطها ونشتغل عليها. هقول he has a fan. اوكي. طب الجملة دي statement question ولا imperative؟ هنقول الجملة دي statement. affirmative ولا negative؟ الجملة دي affirmative، جملة مثبتة. كلام جميل، كلام جميل. طيب الجملة دي affirmative، كويس. طيب البارتس والسبيتش بتاعتها ايه؟ الهي دي كنا احنا بنسميها subject ايه؟ subject pronoun. ده ضمير فاعل، مكانه فين؟ مكانه في أول الجملة. طب ايه هي subject pronouns في الانجليش؟ I he she it we they you. تمام، دول السبجكت بروناونز مكانهم في بداية الجملة الخبرية. طيب تاني حاجة عندي has، وده verb to have، ده فعل يمتلك، كويس، اسمه verb to have. طب ايه الverb to have في الانجليش؟ في المضارع have او has، والماضي بتاعه had، كويس. مهم طبعا ابقى عارف ان اللي بيجي مع الهاف I we they you والبلورال، واللي هيجي مع الهاز هي وشي وات وي والسنجولار. تمام. هروح على ال A، وطبعا دي article أداة، والفان دي ايه؟ ها، قول معايا. الفان دي noun اسم. كلام كويس. حد يفكرني الارتكلز بتوع الانجليش ايه هما؟ A and the. ممتازين. طيب الجملة دي احنا قلنا affirmative، طب انا عايز اعمل negative، هتبقى ازاي؟ اقول والله هي. حد هيقول لي hasn't، هقول له لا مش هتنفع hasn't. ليه؟ لان has هنا فعل اساسي، فمحتاج اجيب لها مساعد. هتبقى doesn't does not have. does not ايه؟ he doesn't have a he doesn't have a fan. طيب هي كانت على he has a fan، مظبوط، يبقى he doesn't have a fan. عايز اعمل yes or no question للجملة دي، هتبقى ازاي؟ yes or no question. هتبقى هسأل does، يبقى does he have. طيب خلي بالنا
ان انا does he have a fan. معلومة جرامر مهمة جدا. انا لو سألت بدو او does او did كفعل مساعد، تاني do او does او did كفعل مساعد، الفعل الاساسي في السؤال هيبقى infinitive يعني فعل في المصدر. المصدر بتاع الفيرب to have هو have. does he have a fan؟ الإجابة طبعا هتبقى yes he does، أو no he no he doesn't. no he doesn't. كويس. هعمل WH question. هعمل WH question. هقول what ده الاستفهام does he have. what does he have؟ يبقى أنا هنا ده المساعد بتاعي وده الفعل الأساسي. تكوين ال WH question أداة الاستفهام، ده ال helping verb اللي هو الفعل المساعد، ده ال subject وده ال verb. لو أنا عندي helping verb verb to do أو does أو did، هحط هنا infinitive verb يعني فعل في المصدر، يعني فعل بدون إضافات، فعل بدون إضافات. دي الجملة التانية. تعالوا نروح ننقل على الجملة التالتة. بتقول لي the ants want the yam. the ants want the yam. الجملة دي طبعا statement وجملة خبرية. affirmative ولا negative الجملة؟ affirmative. تمام. the ants want the yam الجملة طبعا جملة affirmative. عايز اعمل parts of speech بتاعتها، هتبقى the دي article. حلو معايا. ال ants طبعا هنطق the ants لان كلمة the لو جه بعديها كلمة بادئة بفاول هنطقها the. تمام. the ant أو the ants أهي. طبعا دي plural noun اسم جمع. ده noun وبالتحديد plural noun اسم جمع آخره اس أهو. وعندي ال want ده verb. طالما verb يبقى ليه tense، الزمن بتاعه طبعا present simple مضارع بسيط. وزمن المضارع البسيط ده زمن يعبر لي عن عادة أو حقيقة، أو بسميه permanent action حدث دائم. ببساطة هو تكوينه الفيرب أو الفيرب بلس اس لو الفاعل اللي قبليه he أو she أو it أو singular. يعني لو الفاعل he أو she أو it أو singular أنا هحط على الفيرب إيه s عشان أكون زمن اسمه present simple. The ants want the yam. أنا محتاج أعمل هنا النيجاتيف. The ants want the yam. هقول طبعا هنا هعمل نيجاتيف، هقول don't want. يبقى the ants
don't want ده زمن present simple، بعمل negative باستخدام don't أو doesn't. والinfinitive don't want the yam. اوكي، عايز اعمل yes or no question. طبعا هسأل بالمساعد الأول اللي هو do، لأن الفاعل بتاعي هيبقى the ants اللي هو الجمع. do the ants want the yam. الإجابة هتبقى yes. طبعا الفاعل بتاعي السبجكت هنا the ants هشيلها واحط مكانها السبجكت pronoun they. سألت أنا بدو، يبقى أنا اللي أنا سألت بيه هحطه يا they do. they عادة على الانس، أو no بعد اسمه بحط كوما، أو no they إيه، أو no they don't، أو no they don't. أخيرا لو حبيت أعمل WH question وعايز أسأل عن اليام، هقول what do the ants want. هي الانس عايزة ايه؟ عايزة اليام. يبقى انا كده سألت عن الاوبجكت، وسألت عن الاوبجكت باستخدام أداة الاستفهام what. اوكي، بكده نكون انتهينا من درسنا النهاردة. طبعا الجملة الرابعة هتبقى نفس الفكرة present simple. the man puts jam on the yam for the ants. هي نفس الفكرة بتاعت الجملة التالتة present simple برضو. خلينا نعمل الجملة الرابعة في الهوم وورك، أو لو أنت بتتفرج على الفيديو ده على اليوتيوب حللي الجملة دي وابعتها لي في التعليقات، وأنا هشوفها وهقول لك ردي عليها. أشوفك على خير الفيديو الجاي في درس جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.